الجميلة دائما جوانا كريم، أهلا وسهلا فيك عبر نساء تي في. اهلا وسهلا فيكم. اليوم نحن كلنا متواجدين بمهرجان البياف اللي بكم للسنة الثالثة على التوالي لتكريم مبدعين بمختلف المجالات، شو بتقولي لكل المكرمين اليوم؟ بقول لهم مبروك، واكيد اللي كرموهم اكيد هم بيستاهلوا يكرموهم، لان اكيد عملوا عمل جيد وكرمال هيك كرموهم يعني، فبتمنى لهم كل التوفيق ولا كمان اللي قايم على المهرجان هذا، لان عن جد تعبوا كثير، لان انا كنت شوي هيك معاهم بشوي تفاصيل. فان شاء الله الله يقويهم ويقدروا يكملوا بهالمهرجان ان شاء الله ل10 سنين و20 سنه قدام. شو في شيء جديد جوانا بتوعدينا فيه؟ في شيء جديد ان شاء الله، غنيتي راح انزلها سون فيري سون، خلصت تسجيلها بس اريد اسوي الكليب مع الاغنيه لان سوا. وكان اخر شيء عندي كان عندي عشاء مع جينيفر لوبيز. احكي لنا شوي عنه تفاصيل. كل الناس انه كلهم يعني اوه نيالك، لما كان يعني اجتني الدعوه تبع العشاء. انا بعرف هو روبرتو كافالي اللي بعت لي بطاقه العشاء، فما كان في كثير عرب، يعني كنت بس انا وكانت الين وطفه كمان معزومه، وعلى طاولة جينيفر، يعني مش غير محل مثلا بالمحل، لا نحن على طاولتها معزومين. فبعت لي هو الانفيتيشن وهيك، قلت اي يمكن انه ممكن اروح يعني، بس لما شفت انه مكتوب لا على طاولة جينيفر، لا قلت لازم اروح، يعني هذه فرصة ما تتفوت الصراحة، ومش كل يوم الانسان يقعد مع الصراحة فنانة، وفنانة بكل معنى الكلمة كمان، لأنها إنسانة جدا طيبة وإنسانة محترمة، ويا ريت الصراحة الفنانات يقتدوا فيها، لأن الصراحة اللي عملته شيء مش طبيعي، يعني كفنانة مثلها ومثل عظمتها تجي هي، يعني احنا كنا قاعدين على الطاولة تجي تسلم علينا تصور، يعني هاي قاعدين وهيك وكنا يعني نضحك ونمزح وهيك. اكيد دار في حديث بينك وبينها، شو ابرز ما قالت لك اياه؟ شوف او صراحة انت شو قلتي لها؟ كثير، لأن احنا كثير كنا متلهفين إنه نحن قاعدين معها، وهي إنسانة بسيطة يعني، بس قبل ما تفل كنت هيك كانت هي قاطعة وراي مع صاحبها، بتقلي أنا ما عرفت إنه العربيات هيك عندهم أجسام حلوة وأشكال حلوة. قلت لها انت يعني عم بتقولي لي الي هالشيء، عم بحكيها بالانجلش، عم تقولي لي الي هالشيء، يعني اكيد انا ما حاجي يعني قدك هالقد. قالت لا يو لوك سو جورجيوس وهاف فن يعني تونايت وسي تومورو بالبارتي، لان هذا كان الدينر احنا مش فيعني كان شيء جدا رائع لإنسانة وفنانة الصراحة مثلها بهذا الحجم وبهذا القدر، إنه تجي تقول لشخص ما بتعرفه بالنهاية، فهالشيء جدا عن جد جدا جدا أعتز فيه. ويا ريت الصراحة كل الفنانات، لأن هم بيقولوا الفن أخلاق، يعني يا ريت الفنانات عن جد يكونوا مثلها الصراحة. اذا بدنا نرجع شوي للغنية، مع مين تعاملتي فيها؟ هي غنية عراقية قديمة جددتها، وبس يعني نحن بس جددناها للغنية، يعني ما غيرنا فيها شيء الصراحة. ومع مين تعاملتي بالفيديو الكليب، مع اي مخرج؟ الصراحة بعد، لأن نحن هلا عم بنحط فكرة الكليب وكذا شغلة، فبعد يعني مش عارفة الصراحة مع أي مخرج، لأن أنا بدي أحط شوي تاتش تبعي، بدي أتدخل شوي فيها، فيمكن مش كل المخرجين يقبلوا هالشيء، فإن شاء الله يعني بشوف مع مين راح أتعامل. جوانا شو بتقولي للنساء تي في بمناسبة انطلاقته الجديدة؟ نساء تي في، شوف الصراحة هذا نساء تي في يعني أنا كنت لا عم بمزح. بقول لهم موفقين إن شاء الله، لأن أنا كان عندي فكرة الصراحة أفتح يعني أعمل شيء هيك، وفي كمان كان برنامج بس ما حاعلن على اسمه، كمان كل شيء خاصه بالنساء، يعني حلو المرأة العربية، لأن المرأة يعني يحتاج لها على طول اهتمام، على طول بتكون هي بالقمة، مثل ما يقول لك وراء كل رجل عظيم امرأة، فلازم يكون في شغلات كثيرة للنساء يعني، فشيء كثير حلو خاصة على الاسم كمان انه يعني ان شاء الله نكون نحن من خلال نساء تي في عم نقدر نحقق لك شوي من اللي كان بدك تحلمي فيه. عن جد يعني الصراحة من خلال هالتلفزيون يعني حبيت انه خاصة الاسم كمان، كثير حلو الاسم انه كمان خاصة بالنساء، سو ان شاء الله الله يوفقكم وللامام دائما، ونشوفكم بحلقات ثانية. ثانك يو. مثل العادة متألقة جوانا، مين اهتم اليوم بإطلالتك؟
اليوم لابسه دولتشي اند جابانا الدريس. صراحه هو كان طويل بس انا قصيته لان اتس تو ماتش يعني مثل العرس. بس انا على طول يعني احب لما اروح مناسبات البس الوان الفاتحه، هو الابيض. وش سبيشل ما بتكون يعني؟ اكيد ما في عند احد لان دائما اخذ الليمتد اديشن يعني نو واي. شوز لوبوتان، باج الكسندر ماكوين، مجوهرات كارتيه، شوبار وبولغاري. موفق ذوقنا دايما، ميرسي لك. ثانك يو سو ماتش، وان شاء الله بالتوفيق لكم. ثانك يو.